مرحبا، عدنا من جديد وبمشيئة الله نبدأ نقطة أخرى من نقاط لقاء اليوم مع ضيفتنا الرئيسية دليلة كلثوم. ودليلة كلثوم تبين من خلال التقصي أنها ليست شاعرة باللغة العربية الفصحى فقط، بل أنها أيضا شاعرة شعبية. فماذا تقولين دليلة؟ أنا لست طبعا شاعرة باللغة العامية، لكن هي بداية محاولات، وأبحث طبعا عن من يساعدني في خصوصيات الشعر الشعبي. ومؤخرا كنت في المكتبة العمومية وجدت مجلد كامل، مجموعة أجزاء عن الشعر الشعبي، فذهلت شخصيا وقررت أن أعود إلى هذا طبعا المجلد. وأتمنى طبعا أن ألتقي أكثر ما يمكن من الشعراء الشعبيين اللي عندنا في تونس، والقصرين بلاد الشعراء طبعا. تقول القصرين تقول الشعراء الشعبيين، وما ننسوش طبعا البناني معروف برشا. ان شاء الله كما قلت لك تكون فرصه اني نلتقي مجموعه اخرين. نعم صديقتي دليلة واصدقائي الاعزاء، دليلة شاعرة مستجدة بالنسبة للشعر الشعبي، ف معناها تحقيقا لرغبتها فسوف لن أترك لها الكلام مباشرة عن الشعر الشعبي، بل سنرجع إلى أحد أعمدة الشعر الشعبي بالجمهورية التونسية، وهو الشاعر الكبير محمد الغزال الكثيري. سي محمد الغزال الكثيري، مرحبا. أهلا وسهلا في مشاري ومستمعين ومستمعات إذاعة الكثيري. صديقي الغزال، لدينا اليوم ضيفة شاعرة وذات مواهب متعددة، وندخل معها الآن نقطة الشعر الشعبي، ورغبتها أن بما أنها مستجدة في الشعر الشعبي تريد أن تستمع إلى أحد الشعراء الشعبيين الكبار، فكان الاختيار على الغزال. فماذا يقول لها الغزال الكثيري في تدخله؟ أقول لها الشعر معنى وقافية وتصويرة وصدق الكلام عبيرة وإحساس في حب الوطن وغيره. الشعر معنى وصورة وقافي قوافي فوز عمق بحورة وكاس المحبة تفيض به شعوره ونسبة هواء في تصويرة نعشق هواء وسحر تو بروره وكل من عشق المحال يعشق سيرة. الشعر وسقوافي وماهوش معنى جاف كتب جافي. شعر الصفا منبع صفا منصافي والفخر راضي على الهدف بضميره وطبع الوفا يبقى وفيل الوادي وصول المدينة ترجع تأثيره. الشعر معنى وصافية وتصويره وصدق الكلام عبيرة وإحساس في حب الحبيب وغيره. ممتاز جدا. سأترك المصباح لدليلة. دليلة هذا شاعرنا الكبير في تونس، وهو أحد أعمدة الشعر الشعبي في تونس، فأهداك هذه النصائح. فماذا يمكن أن تقولي لصديقنا سي محمد الغزال الكثيري؟ سأقول أول ما كتبت باللغة طبعا العامية للا تنسى، وكانت المناسبة كانت هذه القصيدة بدايتها في السنة الفارطة حتى أكتب عن المرأة طبعا، فقلت للا تنسى لا تنسى. هذه المقطع الأول كتبته في السنة الفارطة، والمقطع الأخير أكملته هذه السنة وألقيته في حفل المرأة اليوم العالمي للمرأة. لا تنسى. قالوا لي يكتب على النساء قصيدة تحكي فيها على المرأة. تمهلت وقلت تحبوني نحكي على للات النساء؟ للات النساء هي أمك وأمكم وأمي أنا، ومحلاها كيف النادي داداينا. للات النساء شامخات رافعات رؤوسها للسماء، للشعر والسوالف ضافرات والمحارم رابطات. للات النساء هي كل مرة بالفم والملأ.
للات النساء هي الوالدة والوالدات، في كرشها 9 شهور هزاتك، بعروقها وبدمها غذاتك، وللدنيا هذه جاباتك، ومن حليبها رضعاتك، وفي حضنها رقداتك، وعلى ظهرها بالمحرمة رابطاتك، وكيف يعطوها الوديدة تخبيها ليك انت وما نساتك. للات النساء رباتك في صغرك وعوجك وعياطك ومرضك يا ما استحملاتك. للات النساء لا يهمها صيف ولا شتاء، تفيق في الفجار وتحضر لك الفطور والغداء، وقبل المغرب تحط لك العشاء، وما تنام كان تفرش لك وتزيدك الغطاء، وفي قرايتك وسفرك رافعة ايدها للسماء ومغرقاتك بالدعاء، طالبة من رب السماء يسهل لك ويسترك من كل البلاء، وبروحها مقدمة ليك الفداء، وتحبني وتحبوني نحكي على للات النساء. هذه أهم وحدة من للات النساء، هي أمك وأمكم وأمي أنا ومحلاها، كيف النادي دادا داداينا. ما زلتوا تحبوا تعرفوا شكون هي شكون للات النساء؟ سهلة برشا وما تحتاج منكم تعب ولا مني عناء. للات النساء هي انتي وانتي وانتوما يا نساء، وما ننساش روحي انا زادة، ما ننساش روحي لا. للات النساء كل مرة حافظت على اسمها وعرضها وشرفها، شرف عيلتها من كل ما يشينها من كل بلاء. للات النساء كل طفلة رغم الفقر والحاجة تعلمت والعلم زادها نور وعلى راسها ضواء. للات النساء كل مرة خدمت بالصدق خوها وراجلها وصغارها وأهلها، وكانت مثال الحب والوفاء. للات النساء كل مرة تعبها زمانها، ترملت واتطلقت وتيتمت واحتاجت وما مدت ايدها وما مدت ايدها، وكانت مثال القوة والتحدي والكبرياء. للات النساء برشا ما نجم نحسبهم أنا ولا أنت ولا نعدهم أنا. للات النساء كل مرة ب1000 راجل، وهي في الأصل جابت رجال ونساء. للات النساء هي كل مرة كتبت بحروف من ذهب اسمها في كتاب التاريخ يشهد به أهل الأرض والسماء. شكرا للات النساء. هذه لو تسمح صديقتنا دليلة ضيفتنا الرئيسية، هذه تحية من دليلة وتحية من البرنامج لكل نساء العالم ولكل نساء بمناسبة عيد المرأة، ولكل الأمهات، لكل الزوجات، الأخوات والبنات، إلى كل أنواع النساء، نقولوا لهم راهو بلا بيكم شيء ما يصير، وربي يدوم عليكم الصحة والعافية وراحة البال إن شاء الله. وتوا باش نشوفوا للات النساء، مثال نتاع للات النساء اللي هي مرأة أنا يمكن أن أطلق عليها للات النساء. خلينا نكتشفوها مع بعضنا شكونها للات النساء اللي هي معنا على الخط. ألو مرحبا ربح. صباح النور. أهلا وسهلا. شوفي أنا ما قلتش حاجة من عندي، القصيدة اللي كانت تقول فيها دليلة هي للات النساء، نلقاها له العنوان يطبق عليك. مرحبا بك للات النساء معنا. اهلا وسهلا بكم. وقبل كل شيء نحب نصبح عليكم ونصبح على الضيوف اللي معاكم، على خاطر مانيش عرفتني دليلة معناها هي اللي نعرفها موجودة، والاخ اللي معاك شكون؟ سي نور الدين القاسمي صديقنا. مرحبا كل العاملين معاك هذا الصباح. كوسي ياسين الاسودي بطبيعة الحال التقني. تحياتي للاخ الشاعر نور الدين القاسمي، تحيه للصديقه دليله الشاعره دليله القاسمي. عايشك. للات النساء شنو الحويجه اللي باش تقترحي علينا تو؟ عندي قصايد كون اختاريت منهم. اختاري لنا هديه لدليله وليا وللمستمعين. القصيده الاولى نقول فيها ليالي وخي ما هي دينا ومجدوم دينا
ومرات تعطي معاطي عظيمة وفوق من القيمة، وتجيك في حن كيف منينة، وليان يخي ردة بردة، وساعات تعكس بنادم بشدة جابل بشدة، ومرات تعطيه مدة ومدة ويقول يا ريت في الدهر مدة ونعيش في الخير والعز دينا. ليان يخي تبرم عزيزة تجيك وتجيك حتى الجديدة، خلي ضرور البعايد قريبة وفي تعطيك من الخير ويبة تمك وتبري جراحة كثيرة. ممتاز ممتاز. نسمح لنفسي يا ربح، بما انه طلتك طلة عزيزة وغالية، نحبك تقولي لنا حاجة أخرى أما تقوي لنا شوية الصوت خاطر باش نسمعوا بالباهي. إيه حتى نصوت مانيش قاعدة نسمع فيه بالكدا. إيه قولي لنا حاجة أخرى من عندك وبالقوي ترى. إن شاء الله إن شاء الله تكونوا تسمعوا فيه بالكدا. لا توا خير. إيه لا قصدي الأخر نقول الكلام في المفتاح يفتح أبواب كثيرة، بلسم دوالة جراح للقلب طب وللأرواح كبيرة، وكلام يكوي كي يكسر الود وما يخلي شيء، يجرح ويبقى الجرح ناطق حي ومطول فيه خلى في القلوب دميرة، وكلام كيف المسك طيب وفايح وجايب شذاه الروايح، ويهز من جهده وهزيل وطايح، يجلي الكساد بعد الشقاء والحيرة، وكلام كالترياق ماضي يقتل ومدسوس مر وحنظل يدردر الصف يزيد في تكديره، وفما كلام ثم كلام نفاع وكيف الشهد يبريك من الأوجاع، مولاه عاقل والأدب مبداه ليه دل من ذهبت عليه الشيرة. ممتاز جدا ممتاز جدا. ربح سلم لسانك وقلمك. نبلغك تحيات وإعجاب الحاضرين، واكيد جدا المتابعين زاد اللي يعرفوا الشعر خاطر وصلتهم احاسيسك ووصلهم الكلمات نتاعك، الكلمات كما تقولي انت الكلمات طيوبه، الكلمات باهيه. ان شاء الله ديما عامره ربح، وان شاء الله ديما انت بخير، وان شاء الله تكوني عنا يوم من الايام ضيفه في الاستوديو، وهكا نعرفوا على ربح برشا حاجات. نشكرك يا ربح، ونتمنى أن نلتقي في أقرب فرصة إن شاء الله. نعود لصديقتنا عودة سريعة، على خاطر بصراحة أنا نحب ثم فقرة متاع الأغاني نحب نوصلها في ساعة، الوقت خذانا وبالتالي باش نعملوا إشارة فقط. نقول حكاية دليلة مع الأقصوصة. حكايتي مع الأقصوصة قديمة، ولكن كانت شرارتها باستفزاز صديق لي من رقادة، نحن كلية رقادة، عنا مجموعة يعني رقادة قدماء رقادة، نرسل إلى بعضهم طبعا دعوات للقبول في الفيسبوك، فتعرفت عليه وقلت له هل أنت معلم أو أستاذ؟ من هذه الكلمة نعتني بالمغرورة، وأنا أصلا لا أعرف للغرور أو لا يعرف الغرور طريقه إليه. فلم أجد، حاولت الدفاع عن نفسي ولكن لم يقتنع، إذن قلت له لحظات وأرد عليك وأقرأ ما سأسجله. ماذا قلت له؟ في الفيسبوك. كانت مغرورة كتبتها في دقائق، وتحصلت هذه الأقصوصة على الجائزة الأولى في مجلة إلكترونية. أعطينا شوية معناها هدية للناس اللي تبعوا فيك. هي لست أدري أقل منها جزء خاطر حاجتي بالغناء أكثر من اليوم. جزء. سأبدأ. المهم هي في البداية شخص مسافر يدخل المحطة، يسأل عن الحافلة، ثم بعد حين يجد أن الحافلة تأخرت، يختار مكان فيجد فتاة جميلة جلس بجانبها وحاول أن يتحدث معها. كانت الجميلة تضع وشاحا ورديا يحاكي لون خديها وشعرها البني الغجري المنسدل على كتفيها وعلى صدرها، تتلاعب به نسمات الشتاء الباردة المتسللة من النافذة التي بجانبها. رفعت رأسها إليه مبتسمة، فزاد اضطرابه وقال بصوت مرتعش: أأجلس؟ هل المكان فارغ؟ ابتسمت مرة أخرى ففهم أنها لا تمانع، جلس بجانبها والفرحة تغمره لأنه ظن أنه ظفر بغنيمة ومرافقة للسفر تسليه.
حاول لفت انتباهها بحركاته المعهودة، ثم شد معطفه إلى صدره وقال: الجو بارد، اليوم نحن في الأيام الأولى من فصل الشتاء، ويقال سيكون شتاء باردا وممطرا هذه السنة. لم تتكلم الفتاة، فأردف قائلا: أين تذهبين؟ إلى تونس؟ ستتأخر الحافلة. التفتت إليه الجميلة ورمقته بنظرة طويلة وغريبة، والابتسامة لا تفارق شفتيها. هنا باش نقص شوية دليلة، لأن انسياب الكلمات متميز جدا والأحداث فيها شيء منتظر. فهناك عبارة على تساؤل المتابعين: كيف يمكن أن تكون الأحداث اللي جاية؟ تكتبوا لنا في الصفحة شنو تنتظروا أن يتم بين الجميلة هذه هذا الشاب وهذا الشاب. كلمة دليلة على الرواية التي بدأت ولم تنتهي لحد الآن. هي رواية بدأتها من سنة التسعينيات، يعني بدأت وتوقفت، ثم عدت في السنة الفارطة أكتب بعض الخربشات، عنونتها خربشات في صفحة الفيسبوك. خربشات كنت أتحدث عنونتها أمل، وأنا كما لاحظتم منذ البداية أتحدث دائما عن الأمل والسعادة والحياة. عنونت هذه الرواية بأمل. أمل كنت أنشر بعض الفصول في الفيسبوك كل يوم بعد صلاة المغرب، أجلس أكتب أنشر، فوجدت أن المتابعين أين وصلت أمل. بدأت أمل من رؤية، مشاهدة رؤية، من الرؤية تبدأ في السفر حتى تصل إلى مدينة القيروان، وثم ستنتقل إلى الجامعة. كل يوم وأنشر فصل، كل يوم أنشر فصل صغير. وجدت أن المشاهدين والمتابعين في الفيسبوك ينتظرون أحداث هذه الرواية. إذن أصدقائي صديقاتي، فهي دعوة خفية من دليلة إلى متابعة وين تنشري فيها؟ سأعيد نشرها حاليا في فيسبوك دليلة في الفيسبوك دليلة كلثوم، لمتابعة الردهات الأخرى من هذه القصة. الآن نطير بسرعة صديقنا ياسين، نطير إلى أم الدنيا، إلى مصر. وفي مصر ليلة النساء في مصر هي امرأة أخرى، هي اختصاصها قانوني أساسا، ولكنها إعلامية وشاعرة. هي أصيلة الصعيد، هي عبير ناجي. فنستمع إلى عبير ناجي وقد أهدت إلينا ما لذ وطاب من الكلمات. فماذا تقول عبير ناجي؟ شارك بخاطرة نخيل الحنين، نخيل الحنين رفرف والحضن الغالي اتلهف، مشتاق الكلام حنانه مكانه، عشقت الصعيد عشانه، أرض الرجولة والجدعنة، أرض الأصالة والهنا. شبعت يا أبويا قلوبنا قبل بطولنا، عزة نفس والجمايل تترص، يوم صبرنا ويوم سندنا ويوم سمحنا وجرحنا، يوم فرحنا وتمر الأيام ونكون أبطال، لا يوم شكينا ولا كلينا، مليانة قوي تغالي عنينا. هذه مساهمة عبير، وعبير أرادت أن تذكرنا بمداخلتها أن الوالدين ليست الأم فقط ولكن الأب أيضا. فبينت أهمية الأب في حياة البشر، وبر الوالدين هو الشيء الذي يدعونا إليه ديننا بعد الفرائض الخمسة. حنا بر الوالدين، وإن شاء الله ربي يرضي علينا وعليكم الوالدين. وأن نمر لا ننتوي إلى استراحة قصيرة لندخل بعدها ميدان الغناء، وجماعة محبي الغناء يحضروا روحهم باش يسمعونا.